السلام عليكم. دلوقتي انا جاي لكم يعتبر في الجزء الثاني ازاي تعرف الحمام عايز يروح الدشار ولا لا. بصوا حركة الاتنين في القفص. بص، واحد مطمن واحد مقلق. تمام. بصوا عايز يخرج من القفص اللي بطرطور ده صغير والله مش كبير، كان سايب عند واحد وكان في رجله دبله اهو هكبر لكم برضو الزوم. بصوا في واحد عمال ينقر في الارض، وبص التاني زي ايه، زي ما تقول خايف مقلق من المكان اهو. ده ما يتفتحش لحد ما يطمن خالص. التاني ده لو انتوا عايزين افتحه عليه دلوقتي هفتحه. بص حركة التاني في القفص عاملة ازاي. بص مع ان في حمام تاني حواليه، بص عايز يطلع من القفص. فده اسمه انتشار ارضية، يعتبر انا بسميه انتشار ارضية. فده احسن حاجة اللي يبين لك الفرد. بصوا الفرد اللي عايز يقعد واللي عايز يروح زغلول، بس ايه، في حركة، في حركة سريعة، يعني يعتبر زي الفرد الكبير. لو انت سبته هتلاقيه بينجن. تمام. اهو الزغلول اهو اللي بطرطور ده اهو، كان في رجله دبلة بس شلتها له. فده انا بقول الدشار الارضية احسن حاجة اللي تأكد من الفرد اللي عايز يمشي واللي عايز يقعد. شوف الفرد اللي تلاقيه مطمن وعمال ياكل في قلب الطاجن ويقعد مع الحمام وقاعد هادي في قلب القفص اهو. ده لو انت عايزني اسيبه عليها اعمل لك كده واقول لك اهو، مع اني لسه جايبه اول امبارح ولا امبارح، هقول لك لا ما فيش اي حاجه من الكلام ده، تقدر تسيبه. اما بص حركته في القفص، بص مقلقه، عايز يخاف. بص التاني هادي وكل حاجه. بصوا فده يا جدعان من احسن حاجه الحمام الكبير او الحمام الصغير اللي تلاقيه بقى اللي مطمن واللي عايز يطلع من قلب القفص. يعني بصوا لو انا جبت فرد مثلا حمام دشار، وده حمام اهو، تمام. بص لو حطيته في القفص هتلاقي عايز يفرتك القفص ويطلع. بصوا الفرق. لو انت لقيت بقى حاجه زي كده هو جعان طبعا. تمام. هو عشان برضو مكانه وكده فهو مطمن. بص لما تلاقي الفرد كده تحس ان هو مروش في قلب القفص وعايز يطلع، ده ما تفتحش عليه. اللي تفتح عليه اللي تلاقيه مطمن في قلب المكان. فاحنا نطلعه دلوقتي. الناس اللي بتسأل انا بقعد قد ايه في الحمام زي كده الزغليل عشان اطيرها؟ يعني اول ما جبت تحطه حوالي 4 ايام في قلب العين بتاعته وتروح قافل عليه. تمام. وتظبط له برضه معاك كلفته وكل حاجه. بعد ال4 ايام ولا 3 ايام بمسكهم اقعدهم يومين في الارضيه ويومين فوق هنا في الحته دي. يومين في الارضيه ويوم فوق. تقعدوا كام يوم بالظبط؟ 7 ايام على الحال ده، غير ال3 ايام او ال4 ايام اللي انتوا هتحطهم في العين. تمام. بتقعدهم ساعه كده مع الحمام وانت مسيبه، وتروح ماسكه ومدخله تاني جوه العين. تاني يوم اعمل ايه؟ اطلعه فوق ساعه ولا نص ساعه ونص واروح مدخلهم تاني. انت فهمت الفكره؟ بس هو كده بياخد دشار ارضيه وياخد دشار كل حاجه. 7 ايام 10 ايام بالكتير. لو انت خايف على الفرد او كده، حمام كبير او صغير، انا اللي بقول لك سيبه ما تخافش منه. بس افهم دماغ فرد الحمام طالما بيعمل الحركه دي. بص مقلق عن اخوه، لا ده ما تسيبهوش، ده تسيبه عادي. تمام. فانا برضو لسه ماسك الفرد ده. انا كنت عامل لكم ليه فيديو اهو. تمام. فده اشوف بقى صاحبه الايام دي ولا كده، لو مش كده ممكن اطيره كمان معاهم. تمام. بس لازم يتعزل عشان ده لسه جديد. بس فانت افهم دماغ فرد الحمام طالما في الارضيه كده. شوفوا اللي هو بيتحرك كتير في قلب السلاكه وتحس ان هو خايف وكده، باين على الاتنين. يعني بص ده بينقر ولا اي حاجه كأنه شغله. بص الاكل تحت رجله وجعان مش راضي ياكل عايز يطلع، فده تقلق منه وما تفتحش عليه. افتح على التاني او سيب الاتنين لحد ما تدشروا مع بعض كويس جدا، وتروح فاتح الاتنين مع بعض عشان هما الاتنين اخوات واخدين على بعض. تمام. هما الاتنين ده كرة اصلا. بس فهي دي المعلومه اللي حبيت بس اوصلها، يا رب بس يكون المعلومه وصلت. ماشي وشكرا.